أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، دخلنا في سياسة تاع ابتكار، وشاكر الكثير منكم، شاكر كذلك سي ملك ربراب. لأول مرة منذ استقلالنا نصل إلى منتوج تاع طاولة 100% جزائري. أول مرة منذ استقلالنا نصل إلى منتوج تاع طاولة 100% جزائري. اذكر زيت المائدة، وعن قريب إن شاء الله يكون فيه كذلك السكر الجزائري، وهلم جر من أمثلة. قويسي كون جيتوا محترمين، السياحه نتاعكم ينعشوها لكم غير الجزائريين فقط، الجزائريين فقط، كما رانا الان مع تونس. الجيران ديالنا قال لك كيديروا حتى هما السياحه، الله يحسن العوان. ساعه المشكل ما كيلقاوش فين يديروا السياحه، فين غادي يمشيو يديروا هذه السياحه؟ الحدود ديالنا مسدوده برك، موريتانيا والنيجر ومالي، فين غيمشيو يديروا السياحه ودي؟ فين غيمشيو يديروا السياحه؟ اوروبا خصها فيزا وخصها كاش دراهم. اشنو كيبقى؟ تونس بطبيعه الحال. يلجأ الجزائريون في كل موسم اصطياف إلى تونس من أجل قضاء العطلة لما يوفره هذا البلد الشقيق من خدمات راقية ومرافقة متميزة، لكن في الواقع يفضل الكثير تونس لانفتاح غير الموجود هنا بالجزائر إن صح التعبير. الجيران كيكون لهم كيهجموا على تونس، والروينه اللي كينوضوا ما نعاودلكش، وديما فاش كيقرب الصيف توقع نفس المشكل. قل لهم الشعب الجزائري كي تحبوا تعملوا عطله ارواحوا لتونس. ممتاز، هذا هو المنطق. توا شنو لقيت حاجه باهيه في تونس؟ كان حتى حاجه باهيه، اما ماشي مليحه كاع تونس، وماذا بيا ما يجوش كاع لتونس. بيان سور ولاد بلادي علاش يجي لهنا؟ واش كاين؟ ما كان والو، حنا الجزائر شابه على تونس. يتدفق سنويا آلاف الجزائريين نحو الجمهورية التونسية لقضاء عطلة الصيف هناك. تروح تسقسي المواطن تقول له وين حتقضي العطلة تاعك، يقول لك انا نخرج للخارج. يعني ما كاش سياحة للجزائر، ما كاش اللي يقول لك انا نروح للولايات، نروح ربما بجاية، نروح تيزي وزو، نروح لعنابة، نروح للجنوب. نظرا لما توفره من خدمات سياحية راقية ومتميزة بمرافق ذات مقاييس عالمية، إلا أن ما وقفنا عليه ميدانيا يبرز أن الكثير لا تستهويهم سوى مظاهر الانفتاح وليالي الطرب والمجون في أماكن مخصصة لقضاء الليالي الحمراء، بعيدا عن قيود العادات والتقاليد والمحافظة التي ألفوها هنا في الجزائر. ساعة هذا العام داروا لهم واحد القرار، ممنوع شي جزائري يدخل لتونس وما يكونش عنده ريزيرفاسيون ديال لوطيل. علاه نتوما تجيو تبقاو تباتوا لنا في الجراد وفي الزناقي ولا جيب لنا الريزيرفاسيون ديال لوطيل ومرحبا بك. أن شركة الخطوط الجوية التونسية أصبحت تفرض على الجزائريين امتلاك حجز فندقي قبل السماح لهم بالسفر نحو تونس. شريح. وجاء هذا بعدما منعت السلطات التونسية دخول الرعايا الجزائريين أراضيها تزامنا مع بداية موسم الاصطياف في سابقة خطرة، واضعة شروطا وصفت بأنها إهانة كبيرة للجزائري على الأراضي التونسية. حاب اليوم على أنهم كيمشيو سياحة إلى تونس ما كيديروش حجز للفنادق ولا كيجلسوا في الأوتيلات، كيمشيو كيجلسوا في الشوارع. يعني ردوا تونس وكأنها مزبلة. استغفر الله العظيم يا رب. لا والتوانسه كيخرجوا لهم فاست، تقولها لهم نيشان ما تبقاو تجيو عندنا. فين كتجيو عندنا؟ الله ودي فين كتجيو؟ نساو عليكم شي حاجه تونس، الله ودي اش كتجيو ديروا؟ كتنوضوا غير الروينه، اشنو كتجيو ديروا؟ خاصة الجزائري يجي يدخل لبلادنا ياكل ويشرب ويبات ويصرف ويسهر، ومن بعد يجي يقول لك توانسه مش باهين، بناتكم مش باهين، بلادكم مش باهيه. يا اخي علاش جاينا؟ هي الجزائريه اللي كتجينا لهنا البلاد اختي وبناتكم عرايه وبناتكم دراش بيوا يا خويا اقعد في بلادك ما تجيناش. قلنا لك كي جينا باش نشوف بناتنا عرايه ولا مش عرايه. عطيه العصر. قال لي ما تعاودش تدخل لتونس، سي بون، ما عجبتكش تونس ما تجيش. اوه ماي جاد. يجيب لك 4 فرنك ومن بعد يكمل يبيع دبش ويبيع سبيدريه ويبيع تليفونه ويبيع ما نعرف شنو باش يروح باش يلقى باش يروح. كل بت فاش يدخلونا؟ يقول لك نحن ندخل، فاش دخلونا؟ نحن التونسي المقيم بالخارج الواحد يصرف في تونس يمكن ما يقارب على 10 جزائريه. صافينا على الشيطان، نتوما مالي العقل، الله يرضي عليكم مسحوها يا خويا. تو فيان تو تاداب ا لوندروا و تو ما كانش ما تجيناش. الفردة كتبقى دائما فردة. باهي بالنسبه للجزائريه، انتوما كي تجيو لهنا راكم تشيخوا تقعدوا ونفرحوا بيكم وما نخدموش مخاخنا معاكم.
اخويا كي عندكم انتم سياحه في بلادكم اقعدوا في بلادكم، وعلى جايين لتونس؟ بلادنا مسختوها. انا بعينيا، مش قالوا لي، بعينيا نشوف الجزائريه ينقزوا في البيسين بحوايجهم ويقلقوا في التوريست، وكلام الخايب وكلام السفاهه وكلام اللي ما يصلحش. ويحيى وتحيا المروك على كل حال، خاطر ولا ليبيا ولا الجزائر، تحيا المروك، فيفا مروكو. فيديوهات علاش ونصيد ويتقلق، يلا كان لهم بناقص كاع ويسوبريمي الفيديوهات ديالو كله. يلا جو حطاب نشر فيديو قام بتصويره عند المنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب، ولكن بعض متابعيه من الجزائر انتقدوه بشدة وطالبوه بحذف الفيديو. إذا ما فهمتش أنا مازالني حاب إجابة محددة علاش راح المنطقة حدودية بينه وبين بوسبير، يعني ما هو السبب؟ الجزائر الله يبارك فيها قارة، يعني الجزائر ما شاء الله الصحراء نتاعها يعني وحدها الصحراء نتاعها تساوي 10 دول. يا كسي العليل. ومع ذلك اختار هو أنه يروح المنطقة الحدودية، ما عليناش. هذا الأمر اللي من المفروض أنه بلادنا في علاقات متوترة مع المروك، مش متوترة مقطوعة. يلا ودي يلا ودي هذا وراكم جهلتوا وهذا رجال هادي. المروك يسدوا علينا الحدود، لحقاش السائح الجزائري بوكو حبه. السائح الجزائري راه هو اغنى سائح في العالم. الفلوس نديهم للبلاد الاخرى، البلاد الهكيه اللي هي، وما نديوهمش للمروك. العمله الصعبه راهم يقول لكم نشروه من اسبانيا، تشروه باضعاف المضاعفه، يعني اسعار كبيره ضريبه، يعني راح تجيكم غاليه جدا على حساب اقتصادكم. في الوقت اللي عندكم جيران كان ممكن انكم تستفيدوا من ماده الغاز بثمن رمزي ولا مجانا. باطل هاك، خذ النقوه. بنا عندنا كانت عنده معنا، سيروا تعندوا مع الدول البتروليه اللي قدكم. كون جيتوا محترمين السياحه نتاعكم ينعشوها لكم غير الجزائريين فقط، الجزائريين فقط، كما رانا الان مع تونس. كره العمله الصعبه تدخل لكم عادي، والغاز راه يوصلكم، راكم عايشين بكرامتكم. ومكسين الدينار الجزائري قال لك عمله صعبه، قال لك نجيبوا لكم العمله صعبه. الدرهم كيدير 15 دينار، قال لك عمله صعبه. اجي نشوفوا اغنى سائح في العالم كيفاش كيدوز العطله ديالو في تونس. الكثير من الجزائريين يودون قضاء عطلة الصيف في تونس. نستعرض وإياكم ما يصرفه الجزائري خلال أسبوع. هم سياح جزائريون بمدينة الحمامات التونسية يتفاوضون مع هذا البائع لتخفيض قيمة تذكرة الركوب. وفي هذا الفندق الذي يعج بالسياح الجزائريين يقوم فؤاد بعملية حسابية صغيرة لمقارنة المبلغ الذي دفعه بالخدمات التي يتوفر عليها الفندق. بعد التأكد من أن المبلغ الذي دفعه مرتفع جدا مقارنة بالخدمات المتوفرة يضطر لمغادرة الفندق. كون جاو عندنا لمراكش ويمشيو لوطيل ديال المامونيه، سيغمى عليهم ان شد الطعطور. شومبر رخيصه كدير 14000 درهم، غادي يجي يتشطر معاه يجي يتشطر معاه في 14000 درهم. خويا نقصنا شي شويه، الله يجازيك بخير، حنا غير طلبه حنا غير جيران. معيشة كي تمشي تقضي ولا نعرف شنو كيفاش تحسها؟ هنا شوية غالية نحكوا صراحة غالية. تفاجأنا صراحة بتونس، ما نكذبش عليك اختي. على الغلاء آلاف الأسعار من دائما يتكلموا عن الفلوس. تشوفهم في تونس بيقولوا ايه؟ يروحوا الغلا، وانت رايح سياحه رايح فقران. دايما تتكلموا عن الفلوس، غلا ما كاينش. عايزين تعيشوا فابور. النتانه ما تمشيش مع السياحه، السايح لازم يكون في جيبه فلوس. كاينه هذه حصل خويا بونيف، لا اريد ان اتفشخر عليك، ولكن شوف التوريست ديال بصح اللي كيجيو عندنا، شوف لا كريم ديال التوريست اللي كيجيو عندنا للمغرب. شوف تبارك شكون هنا؟